تختلف. شخصية أحبها الجمهور العراقي، محببة إلى العائلة العراقية. هذه الشخصية اللطيفة الجميلة من فنانين الرواد، من فنانين الكبار الذي كنا نعشق فنهم الإدرامي، الفنان الكبير مقداد عبد الرضا. صباح الخير أستاذ صباح مقداد. الورد. صباح الخير عليك. شكرا جزيلا، يسلمك. أستاذ مقداد، لا زال الجمهور العراقي يتذكر المسلسلات والإدراما العراقية. لا زلنا نتذكر النسر وعيون المدينة، ولا زلنا نتذكر الأفلام الكبيرة، الحدود الملتهبة، لا زلنا نتذكر مسرحياتك الجميلة، لا صعيرة ولا دايرة والخيط والعصفور. كذلك أنت مخرج كبير، استطعت أن تخرج كثير من المسلسلات، المسلسل المتنبي، مسلسل الجواهري، وأعمال كبيرة. نصبح عليك ونقول صبحكم الله بالخير. أستاذ مقداد، ماذا تقول لجمهورك وعشاقك؟ والله مرحبا، صباح الخير. أنا سعيد بهذا الحوار. الإنسان للناس والناس يعني الإنسان، يعني الفنان هو ميزانه أو رصيده هو الناس، يعني بدون ناس يعني جنة ما تراد. أكيد هو أكيد. فيعني البلد ساخن شوي، لذلك أكو تأخر بالدراما، لكن يعني البلد يجب أن يفكر أنه الدراما استطاعت أن تخلق قوانين بالعالم، في أمريكا وفي مصر وهواية. لذلك يعني أنا أتمنى أنه تهتم الدولة يعني والحكومة بالدراما، لأنه الدراما يعني يقول غني إذا جاء الربيع واحكي حكاية إذا جاء الشتاء. يعني إحنا معروف، أنا ذاك اليوم سمعت أنه أكو فلوس بالعراقية ومرجعيها ومصاير إنتاج، يعني ما أعرف، سمعت يعني إيه، يعني ما أقول أكيد، أظن. فليش يعني نجيب أعمال عربية مع احترامنا، نجيب أعمال عربية نعرضها إنه على الناس وكذا إلى آخره، ونشجع العمل العربي، والعراقي ما حد يشجعه. يعني العرب ما يشجعون العمل العراقي، ما يستقبلوه. عجب، ليش يعني العمل العراقي؟ يعني هل اللهجة العراقية؟ لا مو اللهجة، لا مو اللهجة العراقية. العمل العراقي من زمان، مو الآن يعني ما حد يفكر ياخذه ويشتري. أولا أكو هن بالإنتاج. عفوا أستاذ مقداد، أعتقد التوجه للدول الخليجية تقريبا، يعني الكويت والدول الخليجية يعني أخذت كثير من الأعمال العراقية، ولا زالت النسر وعيون المدينة هي تعرض في تلفزيون الكويت يعني، ولهم مشاهدين. نعم صح، بس راحت هدية يعني انطيناها، يعني في وقتها انطوها هدية، ما انباعت. يعني كل الأعمال العراقية أغلبها سلمت هدايا، يعني مو بيع. احنا ما نعرف نبيع. أستاذ مقداد، أعمالك كثيرة ولا يسعني الوقت أن أحصي بهذه الدقائق أعمالك الكبيرة. يعني من المسلسلات المحببة اللي وصلت شهرة كبيرة أخذت في الشارع العراقي، والأكيد يعني النسر وعيون المدينة، يعني جابت فد يعني وسع دور يعني كثير من الشباب، يعني شبابنا احنا جينا نعرف النسر وعيون المدينة، وكيف كنا نشاهد النسر وعيون المدينة. حقيقة أنا كنت طالب في ثالث متوسط، كنت أكرس وقتي حتى أشاهد هذه المسلسلات. نعم. بعض الشباب اليوم، شبابنا يجوز ما تذكروا النسر وعيون المدينة. النسر وعيون المدينة اللي به هو دور رؤوف، يعني دور رؤوف المظلوم اللي هو دائما يتشكى من والده. هذا الدور شلون يعني في وقته كانت اكو حمية زينة، يعني المخرج مجتهد جدا والممثلين. وبعدين سوينا تمارين طاولة استمرت بحدود الشهرين، تفسير الشخصية وكيف ممكن تمثل، ويعني كانت اجتهادات ونقاشات كثيرة وتفسير للشخصيات كثير، فطلعنا بهذا الإنجاز يعني. وبعدين أكو كان تلاحم زين
وكان تفسير المخرج كان الله يرحمه إبراهيم عبد الجليل، كان رائع وأخرج أكثر من عمل هو. نعم. كلها كانت نعم. يعني نعم. نعم. الدواسر، جرف الملح، نعم. وهكذا نعم. يعني. نعم. فأخرج أعمال كبيرة ومهمة وظلت في الذاكرة الجمعية يعني أستاذ مقداد، نجي على الإخراج. أخرجت مسلسل المتنبي، ومسلسل كبير يعني. هذا كان الإذاعة. نعم. يعني أنا اشتغلت كثير إذاعة، اشتغلت المتنبي، واشتغلت الجواهري، نعم. واشتغلت القدس 60 حلقة تقريبا. نعم. واشتغلت عمل آخر راح من بالي يعني. إذاعة أوروبا الحرة كان. نعم. نعم. القسو والصمت. القسو والصمت. ويعني أعمال أنا إذاعة يعني. أنا كان بدايتي بالإذاعة، استمرت تقريبا. نعم. يعني ومؤسس لهواية إذاعات يعني بالبلد يعني. على مستوى الأفلام، سينما. السينما، الحدود الملتهبة، أعتقد كان له دور كبير. يعني في الثمانينات الحدود الملتهبة فيلم كبير، وأعطى حجز يعني في السينمات العراقية. يعني كنت نجي على التذاكر نشوف إنه تزاحم على شباك التذاكر في أنا يعني اشتغلت تقريبا 8-9 أفلام يعني، كانت كلها يعني إيجابية بالنسبة لي على الأقل. يعني أنا إذا ما أقتنع ما أشتغل يعني. إذا ما أقتنع بدور، إذا ما أقتنع بشخصية، إذا ما، وحتى الكرو يعني العمل، الجماعة اللي راح يشتغلون أيضا أحب أعرف منهم. لذلك يمكن الشغل اللي اشتغلته يعني يحترمون الناس، يحبون الناس، وهكذا. أستاذ مقداد، ما أريد أخذ من وقتك، إنسان عيني. لطيف وحبيب. سؤال أخير. أي. يعني ماذا تقول للذين ما موجود يعني في التواصل الاجتماعي من الوفيات، وفاة الفنان، وتعرضوا لك فترة أنا هم تكلمت معاك في هذا هاي الدعايات، ماذا يريد يوصل يعني عندما أنشر وفاة الفنان وإلى جمهوره وإلى محبيه؟ يعني هذه تدني حقيقة يعني أولا محاولة الحصول يمكن على يعني لايكات أو انتباه أو إلى آخره، مخجلة ومعيبة. وأكو أحيانا يعني مغرضين، أكو ناس يعني حاملين قذارة بداخلهم، يحاولون ينتقصون من الناس. يعني شو تسوي لهم أنت أزاء هذا الوضع يعني. أجمل وأرق التحيات. جمعة مباركة على هذا الوجه الجميل حقيقة. طبعا مشاهدينا، أستاذ مقداد يتواجد ويانا كل جمعة، نحبه وهو يعني في كل شيء، وتواضع قلوق. والله احنا نشاهده كل جمعة معانا في كوكبنا المتنبي. أتمنى لك الصحة والسلامة، وأتمنى لك العمر المديد إن شاء الله، لك وللعائلة الكريمة والوسط الفني. أستاذ مقداد، البلاد. شكرا جزيلا. سلم البلاد وبغداد. شكرا جزيلا لك يا حبيبي، ممنون.